على أحد جانبي شارع صلاح سالم بالقاهرة يوجد متحف القوات الجوية بالقرب من قاعدة ألماظة الجوية التي استقبلت عام 1932 أول 5 طائرات DH-60 تايجر موث دشن بها سلاح الجو المصري، لتصبح هي النواة الأولى لهذا السلاح، حيث تم إنشاء مدرسة لتعليم الطيران بها. وكانت الطائرات الخمس البريطانية الصنع ضمن صفقة أولى ضمت 10 طائرات حلق بهم 3 طيارين مصريين واثنان بريطانيان، وهم عبد المنعم ميغاويتي وأحمد عبد الرازق وفؤاد عبد الحميد حجاج. هؤلاء فقط هم من تم تأهيلهم من بين 200 ضابط تقدموا للتطوع لهذا السلاح. ويعد المتحف بانوراما تعرض تاريخ القوات الجوية بدءا من نشأتها مرورا بتطورها على مدار عقود حتى الآن،